السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة بعنوان كل موتوا بغيظكم. والله العظيم الزمالك ده محارب، اقسم بالله فرقة فرسان بجد. النهاردة انت بتلعب تحت ضغط، وانا هكلمكم في الاول كده كلاعب كرة في حاجة اسمها ان الحكم يحزم الماتش. ابدا احسب في نص الملعب فاولات عكسية. كورنر النهارده غريب جدا بنص ياردة بعيد عن الراية، والراجل ما شاء الله بيحسبها اوت ويدي انذار للراجل اللي بيقول له حرام عليك دي كورنر. ده شغل بقى ايه يعني غريب. اللعيبه نازله النهارده مضغوطه فعلا نفسيا، كل لعيب خايف يدافع على اللعيب اللي قصاده، كل لعيب مجهد، وعلى الرغم من كده بيكسبوا ضد كل الظروف اللي مفيش فرقه في العالم تعرف تتعامل معاها. لعيبه رجاله، مدرب راجل ومحترم. اي نعم بدا الماتش غلط، ان هو كان مودي بزيره ناحيه الشمال وعدي ناحيه اليمين، وده ما ينفعش، دي مش عدل بزيره. محمد اسماعيل في وسط الملعب تقيل، مش عارف يضغط، راجل كورته حلوه وكل حاجه، بس مش هو الهاف ديفندر اللي يبقى دينامو الفرقه خالص. شحاته بعيد عن مستواه، بس والله كل التحيه ليكم كلكم، حتى اي لعيب قصر، ومع ان مفيش لعيبه قصرت. الاجهاد اللي انتوا فيه وكم المباريات دي غريب، وما شاء الله لسه بتحاربوا على الرغم من التحدي من كل عناصر المنظومه ليكم، لكن انتوا رجاله وجمهور وحوش. معتمد يا جمال تعظيم سلام، لعيبه نادي الزمالك تعظيم سلام. والله العظيم انا سعيد جدا 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 بان انا بنتمي للكيان ده، كيان عظيم نقي راقي. عجبني اول مذيع النهارده وهو بيقول ساعه ونص من المتعه الحلال، اللعب الحلال ماشي، وانا قصدها على فكره، لان الضغط يولد الانفجار. الناس دي يا جماعه والله العظيم بيعملوا حاجات بره نطاق اي حاجه، مش هقول لكم الروح الرياضيه ولا العداله ولا النزاهه، لا، بره الانسانيه. انا مش عايز اضخم الموضوع، لان هي دايما في الاول وفي الاخر زي ما بقول لكم هي كوره، لكن مفيش كده، يعني مفيش كده. الراجل سيف زاهر بين الشوطين بيقول لك سيطره حرس الحدود والاستحواذ 60% الزمالك 40% حرس الحدود. يعني حتى الناس الاعلاميين بيقولوا اللي جوه قلوبهم مش اللي شايفينه بعينيهم. طب يا راجل خاف على مصلحه برنامجك، خاف على مصلحتك انت كسمعتك انت كراجل اعلامي، ما بقتش فارقه معاكم خلاص، والله ما بقت فارقه معاكم خالص. انتوا دلوقتي في اتجاه معين كده، ومش في دماغكم اي حاجه، وعارفين ان كده كده هتتسندوا، وكده كده الناس واقفه معاكم، بس ربنا سبحانه وتعالى فوق الكل. النهارده مش نصر لنادي الزمالك، لا، نصر فعلا للحق. نادي الزمالك احنا ما بنفرحش بمكسب ماتش، لا، احنا بنفرح برجوله، بنفرح بكيان محترم مفرحنا ومشرفنا. مش بنيجي نتزنق في حوار يقول لك احنا كده اعملوا زينا. في واحد محترم دخل علق عليا يقول لي الهوهوه البيضه على التيك توك. طب يا عم شكرا يا محترم، بس يا ترى انت بقى ناقشت اللي انا بقوله، ولا هو عشان ده زملكاوي بيتكلم فانا اخش اشتم؟ دي بتعكس ثقافتك وثقافتي وتربيتك وتربيتي. انا ما بزعلش، قول اللي انت عايزه، مرحبا بحسنه لم افعلها ولم اتعب فيها، براحتك. بس انا الفيديو اللي فات قلت يعني ان هم غيبوا جمهور الاهلي، مع احترامي طبعا للمحترمين منهم، وليا اصدقاء منهم كتير جامدين جدا وكويره جدا وناس بتفهم. لكن انت كان في حكمه كده فلسفيه يقول لك ايه، الاحمق من يناقش شخص المتحدث، والعاقل من يناقش كلماته. يمكن انا النهارده بتكلم صح فانت بتناقش كلامي، بكره امجد بيتكلم غلط فانت بتناقش الكلام، لكن انت مفيش ثبات على الصح الكامل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى اللي كمله وما ينطق عن الهوى. لكن احنا كبشر انا ممكن اكون شايف من وجهة نظر غلط، ممكن اكون شايف وجهة نظر صح، خش ناقشني فيها، خش انتقدني فيها، قول لي والله العظيم استجيب للحق. لكن خش اشتم عادي، يعني ما احنا متعودين على كده، مفيش مشكله، اتعود يا عم، انت كمان قول اللي انت عايزه. ده عشان كده احنا بنقول احنا جمهور الملكي واحنا جمهور الصفوه. في طبعا مننا بس نسبه قليله جدا بتخطئ وتتعصب والكلام ده، لكن في الاخر الحمد لله الاغلبيه العظمى من جمهورنا راقي ومثقف وبيتناقش وبيتكلم في الكوره وبتفاصيلها، وبنعترف بنفسنا على اول حاجه، لا احنا وحشين، لا احنا كذا. لكن الناحيه التانيه ربنا يهدي ويصلح الحال. مبروك مبروك يا زملكاويه يا عسل، مبروك والله، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احلى باذن الله ان شاء الرحمن. وكل سنه وانتم طيبين للناس كلها مش للزملكاويه بس، عشان احنا راقيين برضو. صباح الفل يا زملكاويه، رمضان كريم، يلا سلام عليكم.